وبلادنا تشهد أحداثا عصيبة لم تشهدها البلاد على مر تاريخها الحديث، ونؤكد وقوفنا معكم في خندق الوطن لمنع اختطافه لصالح مشروع أسري مدعوم دوليا وإقليميا، متجاوزين في هذا الموقف كل ما حدث منذ انقلاب 11 أبريل 2019، حيث اتخذنا وقتها قرارنا التاريخي بأن الحفاظ على كيان الوطن مقدما على أي مشروع سياسي أو كيان حزبي أو أي مكاسب سياسية، وأن دماء أبناء وبنات السودان تستحق أن تصان وأن لا تكون ثمنا لأي نزاع حول السلطة. نقول ذلك بأقوى العبارات رغم عسف وظلم سلطة انقلاب 11 أبريل 2019، بما في ذلك حبسنا كرهائن لديها طلبا لرضا قوى سياسية وأخرى إقليمية ودولية ثبت الآن أنها العدو الأول للشعب السوداني وللسلطة القائمة ولقواته المسلحة، فهي من تسببت في الحرب الدائرة الآن. ونفرق تماما ما بين القائمين على تلك السلطة ومؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة التي تقاتل بشرف وبشجاعة وبسالة كالعهد بها دوما، وندعو كل جماهير شعبنا وعضويتنا لمزيد من الالتفاف حولها ومساندتها واجتراح المبادرات التي تسند دورها الوطني الذي تقوم به الآن. جماهير شعبنا الوفية، ظللنا كقيادات لثورة الإنقاذ الوطني بمحبسنا بكوبر تحت تقاطع نيران المعركة الدائرة الآن لمدة 9 أيام، نتشارك وبقية نزلاء السجن وسجانيه تلك الظروف الأمنية الاستثنائية وانعدام مقومات الحياة من انقطاع تام للمياه والكهرباء والطعام والرعاية الصحية حتى للجرحى من جراء تساقط النيران وسط قوة السجون والنزلاء، والتي توفى من جرائها العديد منهم وجرح عدد آخر، وبانفجار الأوضاع داخل السجن بخروج كل النزلاء يوم الأحد 23 أبريل 2023 من السجن عنوة، فقد بغينا بالسجن حتى خلا تماما من نزلائه وسجانيه، فيما عدا قلة لا تتجاوز 10 من قادة وضباط وأفراد السجن. وبناء على طلب القوى المتبقية من قوة السجون تحركنا لموقع آخر خارج السجن تحت حراسة محدودة لا تتعدى 3 من تلك القوة، على أمل أن تتحصل سلطات السجون على أمر قضائي بالإفراج عنا حسب إفادتها خلال ذلك اليوم، لنواجه مع جماهير شعبنا ذات ظروفه وتحدياته والقيام معه بذات الواجبات الوطنية. فلم تعد هناك سجون قائمة ولا مقار لمباشرة أجهزة ووكالات إنفاذ القانون لمهامها، وهكذا فللقيادة ضريبتها والتزاماتها، ونفخر ونحمد الله كثيرا على تشربنا تماما لقيم وموروثات شعبنا التي يعبر عنها بالمثل السمعة ولا طولة العمر. وإذا عدم صدور الأمر القضائي المستحق قانونا لأسباب غير قانونية نفصح عنها لاحقا، وفي ظل تسارع وتتابع الأحداث وازدياد حدة الاشتباكات وتعاظم النذر والمخاطر من حولنا، وفي ظل انشغال السلطات الأخرى بمهامها في إدارة المعركة الوطنية الآن القائمة، فقد اتخذنا قرارنا الخاص بنا بأن نتحمل مسؤوليتنا في حماية أنفسنا بأنفسنا، وجاهزون للمسؤول أمام السلطة القضائية متى ما تمكنت من القيام بمهامها هي وأجهزتها المساندة لها، ثقة منا في سلامة موقفنا القانوني، ولنتقاسم مع شعبنا أدواره البطولية في الصبر والثبات والدفاع عن كيان دولته من الاختطاف. تحية والتقدير والنصر لشعبنا ولقواته المسلحة وهم يقاتلون في معركة الكرامة الوطنية. وندعو منسوبي الدعم السريع المنحل للانخراط مع إخوتهم في القوات المسلحة وترك الالتزام تجاه قيادتهم الحالية
التي ثبت أنها تقودهم لمشروع شخصي وأسري فقط. تقبل الله الشهداء وشفى الجرحى ورد المفقودين وواسى المتضررين والمتأثرين، وما النصر إلا صبر ساعة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم والله غالب على أمره. أحمد محمد هارون عن المعتقلين من قيادات الإنقاذ بسجن كوبر بتاريخ 25 أبريل 2023.